حبايبي خلصنا اول امتحان مع بعض اولى اعدادي مع بعض، مكملين مراجعه ليله الامتحان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وشير عشان كل زمايلك يتابعوا الفيديو ان شاء الله ويستفادوا. ولو عندك اي استفسار او اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. بص يا حبايبي، خلصنا اول امتحان دلوقتي في الموديل 2 بقى اهو. موديل 2 اهو برضه نفس النظام، 9 تشوز اهو، 9 تشوز. انا سايب لك عشان عايز تاخد منه سكرين شوت. ممكن نقرب بالزوم عليه سنة صغيرة على الامتحان ده كده، نقرب كده بالكاميرا. ده أول امتحان، أوكي. ده سوري الامتحان التاني، عبارة عن 9 تشوز. تمام، هقلب الصفحة كده. ده طبعا بقية الامتحان 7 مقال. عد معاهم هتلاقيهم 1 2 3 4 وهنا 5 6 7. تمام، ان شاء الله ربنا يوفقكم. ده ان شاء الله الاسئله بتاعت الامتحان عشان هنشتغل على البورد بقى ان شاء الله مع بعض يا سنه اولى اعدادي. يلا بينا يلا بينا. بص يا حبايبي، احنا خلصنا اول امتحان، قلنا 9 تشوز و7 مقاطع. دلوقتي انا هعمل موديل 2 الامتحان الثاني، برضه 9 تشوز و7 مقاطع. بص يا جماعه، اول سؤال فيه بيقول لك ايه؟ اول سؤال شبه ده على فكره. على فكره ممكن اجيب له خط هنا واستغل الحته دي. انا هكتب هنا كده اهو موديل. طبعا احنا متفقين اول سؤال 9 تشوز، وخدوا بالكم كل واحده من التشوز عليها درجه، وكل واحد من المقال عليه 3 درجات. اهتم شويه بالامتحان وركز. كل واحد من السبعه المقال عليهم 3 درجات، والتشوز كل واحده بدرجه. طب بص يا جماعه بقى، اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك اهول كان اكوموديت. عارف يعني ايه هول؟ هول دي يعني صاله كبيره او قاعه افراح. بيقول كان اكوموديت يعني بتشيل. اكوموديت قد ايه بقى؟ 160 بيبول، يعني بتشيل 160 شخص. القاعه بتشيل 160 شخص. طب قال ايه بقى بعد كده؟ بيقول لك if 75% of its seats are filled. filled يعني مليانين. في كام كرسي مليان؟ 75% مليانين. هو بيقول لك ذا نمبر اوف بيبول ان ذا هول قد ايه؟ يعني مين اللي موجودين قد ايه؟ يا جماعه القاعه دي بتشيل كام فرد؟ هو بيقول بتشيل 160 صح؟ طب هل كانت مليانه كلها؟ قال لك لا، ده قد ايه كرسي مليانين فيهم؟ 75. طب ما تعمل لك 75%. لما تعملها زي مساله الكوميشن بس سهل. اقول له يبقى 75% اول واحده. اقول له 75% اضربها في عدد الكراسي كلها اللي موجوده في القاعه او عدد الناس اللي بتشيلهم كلهم اللي هو 160، وتحسبها بالكالكوليتر هتطلع كام؟ 120. طب في واحد يقول لي مستر هم دول مين؟ دول اللي موجودين الكراسي المليانه. ده قال لك انا عايز الامتي. وعلى فكره هي ما اسمهاش امبتي، هنا البي بتبقى صغيره. قال لي انا عايز الامتي يعني الفاضيين. تعملها ازاي؟ ممكن واحد يقول لي مستر بعد ما جبت الكراسي المليانه، طبعا هنا هختار 120. اصل عايز ايه؟ عايز البيبول اللي موجودين دلوقتي، عايز ذا نمبر اوف بيبول ان ذا هول اللي موجودين، يبقى عايز 75%. ابدا قال لك لا انا عايز الامتي قد ايه؟ طب يا مستر هو مش المليانين 75%؟ يبقى الفاضيين كام؟ مش هي كلها 100%؟ يبقى الفاضيين 25%. وتعمل زي ما عملت هنا، انت ضربتها في ال 160 اللي هي القاعه كلها. العدد الكراسي كلها، طب نضربها في 160. عارف تطلع كام؟ هتطلع 40. طب فعلا ده مستر، طب ممكن اجيبها بطريقه ثانيه. مش انت جبت المليانين قلت 75% فيطلع 120؟ طب هم كلهم كام كرسي؟ 160. نقص ده من ده يطلع لك 40 براحتك، دي او دي. يعني فعلا يقول لك انا ال 75 دي هشيلها من 100%، هشيلهم 75% يتبقى 25% واضربها. فعلا يقول لك لا انا هجيب المليانين وبعد كده انقصهم، بس انا طبعا مش عايز الكلام ده. انا عايز الايه؟ الناس اللي موجودين. يبقى دي اجابتها هتبقى ايه؟ اجابتها 120. السؤال الثاني بيقول لي ميجر انجل ايه؟ بيقول لي ميجر انجل A ايكوال ميجر انجل B، الاي بتساوي البي، وقال ان الاي سبلمنت بي. احنا متفقين سبلمنت يعني مجموعهم بكام؟ ب 180 صح؟ طب قال ان هم قد بعض، حط خط تحت كلمه سبلمنت كده واكتب فيها 180. عندما لو قال كومبلمنت تبقى 90. طب ده قال سبلمنت يبقى 180. طيب وهما الاثنين قد بعض يبقى تعمل ايه بقى؟ هو عايز كل واحده فيهم بكام؟ عايز البي بكام؟ يبقى نقول 180 ديفايدد 2 هتطلع 90.
طب مستر افرض ان هو قال لي ان هم كومبليمنتري يبقى الصم بتاعهم ب 90 اعمل 90 ديفايدد 2 تطلع كل واحده اعملها لك هنا اهي. لو قال كومبليمنتري كنت اقول 90 ديفايدد 2 تطلع كل واحده 40. طيب هو عايز دي عشان هو قايل سبلمنتري يعني الصم بتاعهم 180. فاهمين يا شباب؟ نخش على السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 ده بقى قنبله، ركز فيه كويس قوي. بيقول لك if the mean of 6 consecutive even numbers 35. بيقول لك what is the smallest of this number؟ عايز اصغر واحد فيهم. طب بص يا جماعه بقى، هو بيقول لك if the mean of 6 consecutive، حط خط تحت كلمه 6 وكونسيكيتيف وايفن. طبعا هو بيقول عليهم كونسيكيتيف وايفن، عارف التسميه بتبقى ايه؟ بنسمي الاولاني اكس. بص بقى يا جماعه، انا هسميهم زي ما سميت الواد وابوه هنا. انا سميت الواد اكس وقلت يبقى باباه 3 اكس، صح كده؟ طب انا هسميهم كده بس خد بالك دول 6 ارقام. انا بقى من رايي اسميهم تحت بعض احسن. بص هنعملها ازاي؟ انا هقول مثلا اول نمبر اسمه اكس. عارف الثاني يبقى ايه؟ يبقى اكس بلس 2. طب اللي بعديه زود 2 اكس بلس 4. طب اللي بعديه اكس بلس 6. طب اللي بعديه اكس بلس 8. طب اللي بعديه مستر ستوب يا مستر. هنشوف هو عايز كام نمبر؟ 6. طب دول 6 1 2 3 4 5 6 هم 6. طب مستر انت ليه زودت كل مره 2؟ عشان قال كلمه ايفن. طب مستر افرض ان هو قال اود، هتسمي نفس التسميه برضه 2 يا جماعه، سواء قال ايفن او اود بنزود 2. طب ما قالش ايفن ولا اود تزود ايه؟ 1. هو لو قال ايفن او اود تزود 2. طب مستر افرض هو ما قاليش ان هم ايفن ولا اود، قال كونسيكيتيف على طول، يبقى تسمي الاولاني اكس، الثاني يبقى اكس بلس 1 اللي بعديه يبقى اكس بلس 2 اللي بعديه يبقى اكس بلس 3 اكس بلس 4 اكس بلس 5. ده هو لو ما قالش لا ايفن ولا اود. طب قال ايفن او اود تزود 2. لا كده مستر احنا زودنا 2 علشان كلمه ايفن. طب مستر اود بنزود 2 ليه؟ افهمك. يعني ما هي 2 دي مش علشان ايفن، امال 2 علشان ايه؟ انت لو فكرت كده في ايفن نمبر تلاقيهم بيبداوا بايه؟ الايفن نمبر 0 2 4 6 8 10 12 14 وهكذا، صح؟ كل تزويده في الايفن نمبر بتبقى بكام؟ ب2، صح؟ طب والاود نمبر برضه كل تزويده ب2. طب ما تيجي نفكر كده، ايه هم الاود نمبر؟ بيبداوا ب1، بعد كده 3، بعد كده 5، بعد كده 7، بعد كده 9. طب ما هي برضه التزويده بتبقى ايه؟ 2. فانت مالكش دعوه بقولة ايه؟ واحد يقول مستر ده 2 دي عشان ايفن. طب ولا الاود؟ يا ابني لا، هي 2 مش عشان ايفن. ده 2 دي عشان ايفن او اود، عشان هما الاثنين. لان الايفن بيزيدوا 2 والاود برضه بيزيدوا ايه؟ 2. طب هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك المين بتاعه. طب حد عارف قانون المين يعني ايه؟ عشان المين يعني مجموعهم على اعدادهم. هو بيقول لك if the mean، تعالى نقرا السؤال. بيقول لك if the mean of 6 consecutive even numbers is 35. بيقول لك what is the smallest number؟ عايز اصغر واحد فيهم. طب انا عايز اسال سؤال يا جماعه، دول 6 ولا مش 6؟ 1 2 3 4 5 6. طب مين اصغرهم؟ الاكس. مين اكبرهم؟ الاكس بلس 10. يبقى ده اصغرهم وده ايه؟ اكبرهم. طب ما تيجي نقول له خط كده، هو بيقول المين بتاعهم ب 35. طب ما تيجي نجيب المين بحقه حقيقي. هو قانون المين بيقول لك ايه؟ مجموعهم على عددهم. طب نعمل شرطه كده فراكشن، تيجي نجمع. واحد يقول مثلا هجمع ازاي؟ الاكسات مع بعض والارقام مع بعض. طب تيجي نجمع اكس واكس 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 واكس، دول كلهم كام اكس؟ 6 اكس. طب بلس نجمع الارقام مع بعض، اجمع دول. عارف انت تجمعهم ازاي بطريقه سهله؟ سيب ال 10 وخد 8 مع 2 يديك 10. طب و4 مع 6 يديك 10. شوف الذكاء. قال انك تبقى سريع بدل ما تجمع بالآلة. هي 2 8 10 4 و 6 دول 10 ودول 10 ودول 10، يبقى كده كلهم كام؟ 30. 10 و10 و10 يبقوا 30. طب ده مجموعهم اوفر عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6. طب المفروض لما تقول مجموعهم اوفر عددهم يديك بقى المين. هو قايل المين بكام؟ ب 35. طب في يقول لي يا مستر نجيب الاكس ازاي؟ اقول لك تعالى كده، فاكر هنا كنا بنجيبها ازاي؟ نحط تحت الرقم ده 1 ونعمل مقص، وبعد كده نروح بقى حللها ايكويشن. طب تيجي نعمل هنا، استنى حد بيقول لي يا مستر يعني هنحط تحت ايه؟ هنحط تحت 35 دي اوفر ايه؟ 1 وخبيه ده كده كله، عايزين نجيبه يبقى نعمل مقص كده وكده، ده باي ده ديفايد ده. ده باي ده ديفايد ده. طب اكتب ايه هنا؟ هتكتب اللي انت حاطه في دايره ده. هنقول 6 اكس بلس 30 ايكوال. عارف لما تقول 6 باي 35 مرات تطلع ايه؟ هتطلع 35 و35 هتطلع 210. 210 باي 6 باي 35 210 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 باي
انت احسب بالكالكوليتر، هتمسك تقول 6 باي 35 ديفايدد 1 مش اي حاجه، لا 210. سامع حد بيقول مستر سيبني اكملها انا واجيب لك الاكس، ها شالوت يبقى انا 6 اكس ده 210 اللي هتروح بماينس 13. طب يعني 6 اكس ايكوال ها 210 لما تشيل منهم 30 يطلع 180. اعمل دي اوفر 6 ودي اوفر 6 ده هيروح مع ده يبقى الاكس ايكوال 30. يبقى مين اصغر؟ الاكس ب 30 صح؟ طب مين بقى الاكس؟ اللي هي اصغر واحد. على فكره ممكن اقول لك خط كده واكتبهم لك بقى هنا هم ايه؟ مش انت جبت الاكس ب 30 يبقى ده ب 30. طب ده بكام؟ زود 2 يبقى 32. ها زود كمان 2 يبقى 34. زود كمان 2 36. ها 38 40. يبقى مين اصغرهم؟ ال 30. مين اكبرهم؟ ال 40. لو عايز السمولست يبقى السمولست هنا مين بقى؟ ال 30. طب فعلا يا مستر عايز اتاكد ان اجابتي صح، اقول لك تتاكد ازاي؟ اول حاجه دول كلهم ايفن ولا مش ايفن؟ كلهم ايفن صح؟ في حد فيهم قلت؟ يبقى اول حاجه كلهم ايفن. طب يا مستر لو انا حبيت اجيب المين بتاعهم، هل المين بتاعهم هيطلع ب 65؟ طب المين تجيبه ازاي؟ مجموعهم على عددهم في البيت بقى، وانت قاعد في البيت كنسل الكالكوليتر، ولا يا مستر انا هوقف الفيديو ثانيه واحده وهتاكد انت حليت صح ولا غلط. اجمع ده 30 بلس 32 بلس 34 بلس 36 بلس 38 بلس 40 وبعد ما تطلع المجموع اوفر 1 2 3 4 5 6 اوفر 6. عارف تطلع لك الاجابه 35 يبقى انت حليت صح. هو عايز السمولست نمبر يبقى السمولست 30. يبقى احنا عملنا الاولى والثانيه دي كانت الثالثه صح؟ نخش بقى على الرابعه في المقال. لسه في المقال. شوف دي مساله سوري ده مساله تشوز بس مساله تقيله شويه. طب يلا نخش على رقم 4. 4 سهله بيقول لي زد يونيون ان. زد يونيون ان ايكوال ايه؟ انتوا عارفين الزد اللي هي ايه يا جماعه؟ الزد دي اللي هي 0 اللي هي 0 صح؟ 1 2 3 نحط هنا كده نقط وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ونحط هنا نقط. دي الزد انا اكتبها هنا اهو. دي الزد. طب فين يا مستر الناتشرال؟ الناتشرال اللي هي 0 1 2 3 نقط. طب يونيون يعني ايه؟ احط ده على ده. انت عارف لما تحط ده على ده ايه اللي يحصل؟ هيبقى دول كلهم هتزود دول ايه؟ يعني اكتب الزيرو مرتين اكتب ال1 مرتين؟ لا طبعا. يبقى اكيد دول لما يتحطوا على ده هيديني الزد. مش دي اجابتها الزد. طب افرض قال لي انترسكشن، تتفرج على الفيديو بتاع السيتس لو سمحت. لما تروح البيت تتفرج انا هديكوا دلوقتي مساله متوقع ان هي تيجي في الامتحان في السيتس. لو سالتها لكم مش هتعرفوا تحلوها. يا جماعه الفيديو بتاع السيتس مليان تفاصيل كده حلوه، افكار حلوه خد بالك منها زي دي. طب بص يا جماعه هو قال لي ازاي انترسكشن ان. احنا بنقول يونيون يعني يتحطوا على بعض فبنكتب الحاجه الاكبر، طبعا دي هي الاكبر. انترسكشن بقى بتكتب المشترك. مين المشترك هنا؟ وقال مثلا الزيرو والزيرو وال1 وال1 وال2 وال2 وال3 وال3 وال4 وال4. قالوا طب ما تختصر يعني 0 1 2 3 4 نقط اللي هم مين بقى؟ الان. طب بص يا جماعه بقى بمناسبه السيتس افرض هو جه سؤال كده قال لي ايه سبسيد بي. شوف كلكم دلوقتي هتندهشوا. ايه ده يا مستر انت اول مره تدينا المساله دي؟ اقول لك لا يا حبيبي روح اتفرج على الفيديو بتاع السيتس. اما يقول لي ايه سبسيد ايه بي؟ يقول لي انا عايز ايه انترسكشن بي ايكوال ايه؟ عايز ايه يونيون بي ايكوال ايه؟ اما يقول لي ايه سبسيد بي يا جماعه؟ اعملها زي بق السمكه. هو بق السمكه مفتوح ناحيه البي صح؟ يبقى البي هي الكبيره صح؟ يبقى نكتب فوق دي كام؟ دي الكبيره ودي الصغيره. يبقى دي الكبيره ودي ايه؟ دي الصغيره ودي الكبيره. طب لما ايه الانترسكشن؟ تختار الصغيره. مين الصغيره فين؟ ايه؟ يبقى دي اجابتها ايه؟ طب لما نقول يونيون يبقى عايز الكبيره. مين الكبيره؟ البي. ايه ده يا مستر انت اول مره تقولها لنا؟ لا لو روحت كده او فتحت فيديو السيتس اتفرجت هتلاقي الحته دي شرح في السيتس. عشان كده بقول لك لو سمحت اتفرج على الفيديو بتاع السيتس، وانا من رايي اتفرجوا على فيديوهات اولى اعدادي كلها. طيب السؤال اللي بعديها نمبر 5 احنا كده حلينا نمبر 4 اهي. نمبر 5 بقى بيقول ايه؟ بيقول لي ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن كذا بس بيقول ان زد. يعني ما كلنا نحط خط تحت كلمه ان زد. وسيبها بقى دلوقتي. تعال نفكر كده، تعال نحلها مع بعض. بيقول 7 minus 3x equal x minus 3. ها بنلم الاكسات في جنب والارقام في جنب. طب يا جماعه الاكسات انا عندي ايه؟ انا عندي دي اسمها نيجاتيف 3x صح؟ هنسيب دي في حل.
وهتاخد صاحبتنا دي توديها لها الناحيه الثانيه بالعكس. وده بيت الاكسات وده بيت الارقام، يبقى انا نسيت نيجاتيف 3 اكس اهي. دي المفروض بلس، المفروض بلس اكس، هتروح هنا كده اسمها ماينس اكس واقول ايه؟ ها هسيب النيجاتيف 3 زي ما هي اهي، وال7 دي هتروح لها الناحيه الثانيه. ال7 دي اشارتها بلس، تروح هنا كده اسمها نيجاتيف ايه؟ 7. ها صف دول على الاله، فاقدر بس اتنصف فيهم ازاي؟ دي نيجاتيف 3 ودي نيجاتيف 1. ما هو ما فيش رقم يبقى 1. حط على الاله نيجاتيف 3 نيجاتيف 1، الاله هتقول لك نيجاتيف 4. وهتكتب انت الاكس بايديك، الاله مش هتكتب لك الاكس، انت بتعتبر ان في 1. حط على الاله نيجاتيف 3 نيجاتيف 7. انا ما بعملش بلس ولا ماينس، انا برسمها على الاله زي ما هي، والاله هي اللي تطلعها. نيجاتيف 3 نيجاتيف 7 هتطلع نيجاتيف 2 10. بعد كده اروح اعمل دوت كده اوفر نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 4، هتلاقي دي طارت مع دي وتطلع لي الاكس كام بقى في الاخر. حط ده اوفر ده، هتلاقي على الاله 5 اوفر 2، عايز تعملها بالبوينت تطلع 2.5. طب حد ملاحظ حاجه؟ هل البوينت تبقى في الزد؟ يا جماعه الزد ما بتحبش لا البوينتات اللي هم الديسمال، اهو الزد اهو ما بيحبوش لا الديسمال ولا الفراكشن على فكره. بص هل فيهم ديسمال؟ لا فيهم فراكشن. طب بيحبوا النيجاتيف يا مستر؟ اه بيحبوا الارقام النيجاتيف، بس هم ما بيحبوش لا الديسمال ولا الفراكشن. ايه ده يبقى سيجن سيت هنا ايه؟ هقول له فور هي دي اجابتها فور. رقم 6 لسه عاملين واحده زيها بالظبط. بص 6 بيقول لك ايه؟ بيقول لك 3 وكي ماينس 2 لايز يعني تقع اون ايه بقى؟ لسه عاملين زيها في الامتحان اللي فات اون اكس اكسس. احنا قلنا لو هي على الاكس اكسس يبقى مين اللي هتعيش؟ الاكس، وبنموت مين؟ لما تيجي نموت الواي، فين الواي يا مستر؟ اهي. يبقى حضرتك هتقول كي ماينس 2 لازم تموت. يعني ايه يا مستر تموت؟ يعني تبقى بزيرو. طب تجيب الكي ازاي؟ ماشي ده الناحيه الثانيه، الماينس 2 تروح الناحيه الثانيه ببلس 2 صح كده؟ يبقى الكي ايكوال زيرو مش لازم. يبقى الكي 2 خلص. رقم 7 بص 7 بيقول ايه؟ بيقول L1 و L2 و L3 are 3 parallel lines. L1 و L2 and L3 are 3 parallel ايه؟ are 3 lines سوري. ما قالش parallel. وبعدين بيقول لك ايه؟ ان L3 parallel مع L2 و L3 parallel مع L2. بص بيقول هنا L3 انا كاتب لك المهم، بيقول L3 parallel مع L1. بيقول و L3 parallel مع L2. عارف انت تستنتج ايه من كده؟ انت مش ملاحظ ان كلها بارلل؟ طيب خلاص انت تختار هنا الايه؟ البربنديكولار؟ لا، البربنديكولار لا، فينا بربنديكولار هنختار البارل اللي هي L2 بارل مع L1. يبقى هنا يبقى الاختيار ايه؟ L2 بارل مع L ايه؟ بص يا جماعه انا هقول لك، بص احنا هنروح بعيد ليه؟ ما هي المساله ايه؟ ما اتمسحتش من على البورد ده، شايف دي؟ مش ده بارل مع ده؟ طب ودوت بارل مع ده، شيل صاحبنا اللي كرر اسمه مرتين ويطلع الاولاني بارل مع الاخراني. طب ما دي نفس الكلام. بص بيقول لك L3 بارل مع L1 وL3 برضه بارل مع L2. طب شيل L3 من الموضوع يطلع ان L1 بارل مع L2، اللي فوق بارل مع اللي في النص، واللي في النص بارل مع اللي تحت. شيل اللي في النص ويطلع اللي فوق بارل مع ايه؟ ده الاولاني بارل مع الاخراني. بصوا بقى يا جماعه المساله دي قايل ايه بقى في رقم 8؟ رقم 8 قايل اكس اصغر من 0 واي اكبر من 0. اكس اصغر من 0 واي اكبر من 0. هو عايز الكوادرانت بتاع اكس ونيجاتيف واي. اجيب لك من الاخر بقى بتاعها. وبعدين مستر كلمه كوادرانت دي انت عايز الحركه دي. يا جماعه انا عايز الحركه دي اللي هي بتاعت بوزيتيف 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 نيجاتيف. احنا عايزين الحركه دي. بس بص بقى يا حبايبي الحركه دي مش هتطبق على البوينت دي اللي هي اسمها اكس ونيجاتيف واي. طب انا عايز احفظك حاجه كده سريعه، قاعده سريعه كده معايا. ايه هي؟ ان اللي بيقول عليها اكبر من 0 سيبها في حالها، واللي بيقول عليها اصغر غيرها. بص اصغر غيرها، اكبر سيبها. ها اصغر غيرها، اكبر سيبها. تعرف تحفظ؟ اصغر غيرها، اكبر سيبها. ها اصغر غيرها، اكبر سيبها. طب بص هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الاكس اصغر من 0. مش دي اصغر؟ يبقى دي هنغيرها.
طب بيقول واي اكبر من 0 يبقى الواي 7. واحد مثلا مش فاهم، تعال نشوف هنا. الاكس اهي، شايف اكس؟ الاكس اصغر من ايه؟ من 0. الاصغر غيرها. الاكبر مش هنقدر عليه، انت لما يكون في واحد كبير هتقدر عليه؟ يا مستر ده كبير، لا لا يا عم ماليش دعوه بيه. فالاكبر 7، الاكبر ايه؟ تمام. بيقول لي واي اكبر من 0 يبقى الواي دي 7 زي ما هي. يبقى انا هسيب دي كده زي ما هي، دي تبقى نيجاتيف واي زي ما هي، انا هكتبها اهي. خد دي بقى غيرها عشان هو قايل لي اصغر من 0، هتبقى دي نيجاتيف ايه؟ ما تحكمش بقى على دي، احكم على دي. ها الاصغر سيبها، سوري الاصغر غيرها. انما الكبير ده اقول له يا عم لا انا مش قدك، سيبه في حاله. الكبير ده سيبه في حاله. ها اكبر من 0 يبقى الواي هنسيبها. اكس اصغر من 0 يبقى الاكس تتغير. هي الاكس يعني ايه بس تتغير؟ هي اسمها اكس تخليها انت نيجاتيف اكس. هي اسمها نيجاتيف اكس تخليها بوزيتيف اكس. حفظت القاعده؟ الاكبر سيبها والاصغر غيرها. الاكبر سيبها والاصغر ايه؟ طب انا كده غيرت مين؟ الاكس. هي اكس خليتها نيجاتيف اكس. طب افرض هي كانت نيجاتيف اكس اخليها بوزيتيف اكس. التعديل اللي انت عملته ده بقى احكم عليه. بص الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف. بص هما الاثنين نيجاتيف. روح بص هناك كده. اما الاثنين نيجاتيف يبقى ايه؟ يبقى ثيرد. يبقى دي نختار لها يعني اختيار. انا عايز اديكم بقى ثيرد. اديك سؤال معاك. افرض قال لك ان الاثنين اصغر. بص افرض قال لك اكس اصغر 0 واي اصغر 0. ايه ده؟ الاثنين اصغر يبقى الاثنين يتغيروا. الاثنين ايه؟ ما علينا ما علينا. افرض قال لي ان الاثنين اصغر يبقى الاثنين يتغيروا. تيجي نغير الاثنين؟ ها مش هنا بقى، يعني هو غير الجمله دي قال لي ان الاثنين اصغر. ها دي اكس غيرها تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف اكس. طيب مثلا دي نيجاتيف واي خليها انت ايه؟ ودي حكمك على دي. نيجاتيف بوزيتيف. دور في الخريطه اللي احنا عاملينها. نيجاتيف بوزيتيف. هنقول ايه؟ بوزيتيف 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 نيجاتيف 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 بوزيتيف. هنا فيرست واطلع من تحت سكند ثيرد فورث. تمام؟ طب بص كده. ها انت لما طبقت القاعده دي نيجاتيف يبقى النيجاتيف دي بوزيتيف اهي. ادي نيجاتيف بوزيتيف يبقى تقول لي السكند. حد خد باله؟ فهمتوها؟ الاثنين اصغر. طب هنا قال لي ان الاكس اصغر والواي اكبر. الاكبر سيبها. افتكر كده خناقه وفي واحد كبير قال لي يا عم انا ماليش دعوه بك انا هسيبه. عندنا الصغير هي اللي بنغيرها. فاهمين يا جماعه؟ طب بص افرض قال لك ان الاثنين اكبر. افرض قال لي اكس اكبر من 0 وواي اكبر من 0. ايه ده؟ الاثنين كبار ماليش دعوه بيهم، مش هقدر عليهم. يبقى سيبهم هما الاثنين. يبقى هتسيب دي زي ما هي ودي زي ما هي. يعني دي هتبقى بوزيتيف ودي نيجاتيف زي ما هم. يعني دي هتبقى اكس ودي هتبقى نيجاتيف واي زي ما هي. انا الشغل بتاعي كله يا جماعه البوينت دي. ده السؤال. يعني تبقى دي بوزيتيف ودي تبقى ايه؟ نيجاتيف واي. هسيبهم زي ما هم واروح ادور فين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دور اهي بوزيتيف نيجاتيف هتلاقيها فين؟ في الفورس. فهمتوا القاعده دي؟ فهمنا القاعده دي؟ طيب احنا كده خلصنا لحد السؤال رقم 8. السؤال رقم 9. بس انا هضطر بقى امسح جزء من هنا يا شباب. امسح الجزء دوت والجزء ده. يا جماعه بالنسبه للمساله دي عشان اللي هيقول ان هو مش عارف هي كانت ايه. هنا كان مديني السمشن بتاع اكس بيقول عليها بردين. وانا كان مديني السمشن بتاع اكس قايل عليها تاني. هو كان عايز ايه بقى؟ كان عايز اكس بار. قسمت ده اوفر ده. تمام؟ طب ممكن ناخد لقطه للبورد كده سكرين شوت كده ليها عشان انا لما امسح برضه نخليها معانا. لا ده بالتليفونات. لا ما هي بالتليفونات. حبايبي بصوا كده معايا. احنا عملنا لحد نمبر 8. نمبر 9 بقى جميله جدا. بيقول لك A B C D باراليل. ال AC equal BD وال AC perpendicular to BD. بصوا AC equal BD و AC perpendicular to BD. لو عايز وانت بتتفرج على الفيديو تبقى دايما عليها زوم اهي. دايما عليها زوم. ده بيساوي ده وده perpendicular. حد فاكر اغنيه الدايجونالز؟ In the square diagonals equal perpendicular. بس ها ايكوال وايه؟ وبربنديكولار. يبقى ده ايه؟ سكوير. ما هي ايكوال وبربنديكولار. يبقى نختار ايه بقى؟ يبقى نمبر 9 نختارها ايه بقى؟ سكوير.
طب بص يا جماعه، واحد هنا مثلا، طب معلش انت ايه اللي عرفك ان دول الدياجونالز؟ ما يمكن هو بيتكلم عن صيدله. بص يا جماعه انا سايب الباراجراف ده عشان هجرب عليه. تيجي نجرب عليه. هو الباراجراف اسمه اي بي سي دي، يعني انت حضرتك لو حاطين مثلا دي ايه، دي بي، دي سي، دي دي، اي بي سي دي، شايفهم؟ او حد يحط هنا اي بي ويروح ناطط يحط هنا سي دي. لو اي بي لازم يبقوا بيجروا ورا بعض كده، اي بي سي دي. هو بيقول ايه بقى؟ هو بيقول اي سي ايكوال بي دي. بصوا، وقايل اي سي بيربنديكولار مع بي دي. مستر مش عارف كان دول هم الدايجونالز. تعالوا بص كده، فين اي سي؟ اهو اي سي. يا ابن الذين، هو انت بتتكلم على ده؟ طب ما هو ده دايجونال بيساوي بي دي اللي هو ده. ادي بي ودي دي. يبقى هو بيوصل للدايجونالز. يبقى دول الدايجونالز. هو بيقول عليهم ايه؟ ايكوال اند بيربنديكولار. يبقى ده ايه؟ in the square diagonals equal perpendicular. ده هو كده سكوير. طيب نخش، احنا كده خلصنا رقم 9. نخش بقى بعد كده على ايه؟ السبعه المقال. هيخلصوا معانا بسرعه ان شاء الله. بس بيقول ايه؟ بيقول لي نجوى سيف، يعني حوشت. نجوى حوشت قد ايه؟ المبلغ ده. بيقول لك ان شي بوت. بص يا حبايبي، احنا في موديل 2 بقى هناخد السبعه المقال ورا بعض بسرعه. بيقول لي ندى، سوري، نجوى. بيقول نجوى سيف، يعني حوشت قد ايه؟ المبلغ ده. بيقول اند شي بوت، يعني هي اشترت. اجفت يعني هديه. تو هير سيستر يعني لاختها. طب الهديه اللي اشتريتها بكام؟ المبلغ ده. طبعا عاملها على صوره زي دي، انا ما رضيتش امسح دي زي زيها. طب ايه لما يكون معاها فلوس حوشت وبوت يعني اشترت، يبقى دي مساله بلس ولا ماينس؟ انا معايا فلوس، حوشت فلوس ورحت مشتري لاختي او اشتريت لاخويا هديه، يبقى دي مساله ماينس، يبقى يتعملوا زي دول. طب هنغير اللي تحت ولا مش هنغيره؟ هنغير اللي تحت. طب يلا انا هعملها لكم هنا كده. هنحط فوق الفلوس اللي معانا اللي هي 3 اكس. ده اول سؤال في المقال بقى. هنقول 3 اكس بلس 5 واي ماينس 7. نحط بقى تحتيها مين بقى؟ الهديه. جابتها بكام بقى؟ 2 اكس. احط الاكسات تحت بعض والوايات تحت بعض. هنا بلس كام؟ 3. يا حبايبي احنا خلصنا. بنحل بقى اول واحده في المقال هنا في الامتحان التاني. بيقول ايه؟ اي رقم 1 اهي. بيقول نجوى سبت كذا واشترت هديه بكذا، يبقى دي مساله ماينس. هنحط الاكسات تحت بعض اهي 3 اكس بلس 5 واي ماينس 7. نحط تحتيها بقى هنا 2 اكس بلس واي بلس 3. بص الاكسات تحت بعض والوايات تحت بعض والارقام تحت ايه؟ تحت بعض. بس في بقى حاجه، دي مساله ماينس، يعني المفروض حضرتك تغير الاشارات اللي تحت. دي بلس هنعملها ايه؟ ماينس، ودي هنعملها ماينس، ودي هنعملها ايه؟ ماينس. تغيرهم زي ما بغيرهم كده. تحطهم في ايه؟ في دوريه. لو كان قال ايه كنت اسيب كل حاجه زي ما هي. تشتغل بقى بالكالكوليتر. عارف تحط على الكالكوليتر ايه؟ حط دول كده. وبعدين حط دول وبعدين حط دول. بس بتحط كل حاجه باشارتها، والجديد تحطه بالجديد بتاعه. يعني حط على الكالكوليتر ايه؟ حط على الكالكوليتر بلس 3 ماينس 2. بلس 3 ماينس 2 هيطلع 1 وتكتب انت الاكس. احط على الكالكوليتر بلس 5 ماينس، هنا يعتبر في 1. خد بالك انا مش هقول بلس 1 لان هي القاهره بنحطها باشاره جديده. واحط بلس 5 ماينس 1 تطلع الكالكوليتر تقول لي 4. اكتب انا الواي، الكالكوليتر مش هتكتب الحروف، وتحط انت بقى الاشاره بتاعتها. هي مفيش اشاره يعني بلس، يبقى انا مش هطلع الاشاره. لو ماينس يبقى هتقول لك ماينس. احط بعد كده الكالكوليتر ماينس 7 ماينس 3، الاشاره دي هتطلع ماينس 10. يبقى احنا كده خلصنا المساله. بص يا جماعه بقى بالمناسبه قبل ما ننقل على جزئيه ثانيه، عايز اقول لك في 4 كلمات في الماس لو شفتهم يبقى معناهم ماينس. ايه هم؟ لو قال لي انكريس كذا زائد كذا. لو قال لي اكسيد كذا زائد كذا. خد بالك من ال4 كلمات دول. هكتب لك ال4 عشان تعرف تفرق من جنة جاي في الامتحان كده. لو قال لي انكريس كذا زائد كذا اكسيد. لو قال لي ايه؟ ديكريس او سبتراكت الاول. لو قال لي سبتراكت كذا فروم كذا. لو قال لي سبتراكت
كذا قانون كذا. فقال لي انكريز كذا. بصوا بنعمل ايه يا حبايبي؟ الاربع كلمات دول معناهم ماينس، بس ايه اللي بيحصل؟ دي ماينس بالعد، يعني بنعمل ده هو الماينس ده، واكسيد برضه ماينس بالعد. ايه ده يا جماعه؟ هتحط مين؟ هتحط ده هو اللي فوق وده هو اللي مين؟ خد بالك عشان الكلام ده مهم. لا قال لي انكريز او اكسيد. بص انت لو مسحت النقطه اللي فوق حرف الاي هتلاقي الاي شبه ال1، يبقى ده هو اللي يتحط في الاول اللي هو ال1، واللي يتحط تحتيه ده فوق وده تحتيه. ايه ده يا مستر؟ وانا لما احط ده فوق وده تحت اغير اشارات مين؟ نغير الاشارات اللي تحت. لو تحط ده فوق وده تحت يبقى ده مغير، هجيب لك عليه كده غير. ها ده فوق وده تحت يبقى هنا ايه؟ انكريز او اكسيد. طب لو شفت سبتراكت، انا هجيب سبتراكت بنعمل العكس، اللي بعد الفروم هو الاول. وتعمل الاول الماينس ده. مين زيها؟ ديكريس، يبقى ده ماينس ده. بص هم اربع كلمات متقسمين اثنين واثنين. انكريز واكسيد بنمشيها كده كده. سبتراكت او ديكريس بنمشي كده. ايه لان هيبقى ده هو اللي فوق وده هو اللي تحت، يبقى مين الاشارات اللي بتتغير؟ مين اللي هيتغير؟ يبقى بتحط ده فوق وده تحت وتغير ده. فوق تحت وتغير، هنا ده فوق وده تحت يبقى ده الاشارات هتتغير. فوق وتحت وده الاشارات هتتغير. لو جاب لك في الامتحان مساله زي كده تعرفها على طول. اوكي عشان هم اوقات بيحب ايه؟ يقول لك انكريز اكسيد سبتراكت ديكريز، كل ده معناهم ماينس، بس اهم حاجه مين اللي هيتحط فوق ومين اللي هيتحط تحت. خليك فاكر القاعده دي. انكريز واكسيد بالعدل، سبتراكت وديكريز بالشكل. طب بص بقى المساله اللي بعديها رقم 2. احنا في الامتحان الثاني اهو. رقم 2 مساله حلوه جدا. برسم لي تراينجل كده وعملت على دي 2x بلس 16 وهنا كانت x بلس 1 وهنا 8. هو عايز x بكام؟ فمش احنا واخدين بالنا من عارفين الاكستيريور انجل؟ ونقول الاكستيريور انجل ايكوال ايه؟ sum of two interior opposite angle. الميجر الاكستيريور انجل ايكوال sum of two interior opposite angle. لما تعمل ايكويشن تقول يبقى دي بتساوي البلس بتاع الاثنين دول. السم بتاع الاثنين دول. فتيجي نعملها ايكويشن دي اللي هي اسمها ايه بقى؟ 2x بلس 16. هقول ايكوال ايه بقى؟ اجمع الاثنين دول. طب انا مستر اجمع الاثنين دول ازاي؟ الاكسات مع بعض والارقام مع بعض. طب هنا في اكس وهنا مفيش، خلاص ان هي اكس بس. نجمع الارقام بلس 1 وبلس 20 بيطلع بلس 81. ونحلها ايكويشن ها. ونلم الاكسات في جنب والارقام في جنب ها. دي بلس هتروح بماينس يبقى 2x. هنا تروح بماينس x ايكوال. دي 81 ودي بلس 16 تروح بماينس 16. 2x ماينس هنا ضرب كانه ماينس 1. 2x ماينس 1x. 2 ماينس 1 حطها هنا. 2 ماينس 1 يديك 1 x ايكوال. 1x يا جماعه ممكن ما تكتبش 1 2x وخلاص. اعمل 81 ماينس 16 تطلع كام؟ حد حسبها؟ تطلع 65. ده السؤال الثاني في المقال. السؤال بقى الثالث ده جامد قوي. السؤال الثالث راسم لي رسمه كده. هنا بقى هو بيقول لك فايند ميجر نجيب دي ازاي بقى؟ اول حاجه هنعد النقط. عد 1 2 3 4 5. طالما 5 يبقى بنتاجون. طب يا مستر طب البنتاجون ده اعرف الصبر بتاعه ازاي؟ انا مش حافظ. ده كنت احفظها. الخمسه نقص منهم 2 يبقوا 3 ونضربها باي. مش مشكله بس لحد ما الدرجه تنتهي. دول 5 1 2 3 4 5. نقص منهم 2 يبقى 3 واضربها في 180 هيطلع 540 صح كده؟ طب يا مستر انا عايز اجيب دي. على فكره المساله دي جامده جدا لو عايزه واحد ذكي. طب اجيب دي ازاي يا مستر؟ ما انا المفروض اقول 540 ماينس وافتح قوس صح؟ طب ما انت ما تعرفش دول بكام. بس في معلومه حلوه. هو قال دي بتساوي دي بتساوي النقط الوحيده دي دول قد بعض. طب ما تيجي تسميهم اكسات. يعني نسمي دي اكس ودي اكس ودي اكس ودي اكس. طب ودي لا دي مش هينفع نسميها اكس يا جماعه.
عشان دي مش قدهم. طب هنقول ايه بقى؟ هنقول 6 من السم of angles of pentagon. وبعدين انا مستر انت عارف ان هو بنتاجون ازاي؟ عشان 5 نقص منهم 2 يبقوا 3 واعملها باي 180 هتطلع 540. يبقى دول يا جماعه كلهم مجموعهم 540. طب وبعدين اعمل انا هجيب دي ازاي؟ انا ما اعرفش ولا واحده فيهم. اقول لك حركه حلوه تيجي نجمعهم بحق وحقيقي. دي اسمها اكس واكس 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 يبقوا كام؟ 4 اكس بلس. ما احنا مش عارفين صح؟ مساله حركه لسه احنا مش عارفين. بص بقول لك حركه ذكاء. مش هو قال ان ده بلد المعنى؟ يبقى معنى كده ايه يا شباب؟ طالما ده بلد المعنى يبقى في حرف سي اللي هو كده كده كده. المفروض ان دي مع دي بكام؟ طب ما انت بدل ما تجمع اكس واكس 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 يعني 4 اكس، لا سين دي في حاله وخليك في الثلاثه دول. خد لي دي مع دي جامعه واحده وخلاص. يبقى انا بدل ما اجمع اكس واكس 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 واقول بلس واعطل ايه يعني؟ تقول 4 اكس بس بلس كام ما تعرفش. يا عم سيب دي خد دي مع دي يبقى اجمع اكس واكس واكس يبقوا 3 ايه؟ اكس وتقول بقى بلس كام؟ هي دي مع دي بكام؟ مش دول مع بعض 180. انا بص بقى انا هشتغل ازاي؟ هقول لك ايه؟ اكس بلس اكس بلس اكس ناخد دول كده مع بعض. هقول لك زين 3 اكس بلس مش هاخد دي لوحدها ودي لوحدها، هاخدهم الاثنين على بعض بالحرف دي. هقول لك بلس 180 ايكوال 540. في واحده زي دي انا حليتها في الدرس بتاع البوليجون. اتفرج على الفيديو بتاع البوليجون تلاقي لسه حل واحده بنفس الفكره دي. طيب اقول 500 خلاص كده نعرف نحلها مثلا. اجي دي شلوت يبقى 3 اكس ايكوال 540 ماينس 180 يعني 3 اكس ايكوال تعرف تنقص ده من ده يبقى 0 6 14 minus 8 6 ودي بقت 3 هتطلع 360. بعد كده تعمل هنا اوفر 3 اوفر 3 دي راحت مع دي يبقى الاكس ايكوال 360 اوفر 3 يطلع 120. جبت الاكس بكام؟ طب هو عايز مين بقى؟ استنى ده هو عايز الاي. ايه ده؟ اللي انت جبتها 120 اللي هي دي ودي ودي ودي. طب ما تيجي نكتب جوه كل واحده فيهم. يبقى دي 120 ودي 120 ودي 120 ودي 120. هو عايز بقى دي. طب ما تيجي نرجع بقى لحرف السين. طب لما هنستخدم حرف السين مش دي 120 هتنقصها من 120 دي تطلع كام بقى؟ 60. طب انت تكتب ايه؟ هتجي تستخدم حرف اف او زد او سي لازم تقول سنس ان في باراليل. استغل بقى حته السهمين دول. هقول سنس ده باراليل مع ده ان الاي بي باراليل مع الدي اي. يبقى زن ايه بقى؟ انت عايز تجيب ميجر انجل اي اهو. هقول ميجر انجل اي ايكوال 180 ماينس 120 تطلع ايكوال 60. وكده يبقى خلص السؤال الثالث في المقال. تعالوا نخش على الرابع. احنا قلنا هم ايه يا جماعه؟ قلنا هم بيقولوا 7 مقال. بص يا جماعه السؤال الرابع انا مش هحله لك، دي مساله عايز باي تشارت هنفوتها على بس بقول لك التركه بتاعتها. هو هنا في بيرسنت؟ مفيش بيرسنت. عارف لما ما يبقاش في بيرسنت بنعمل ايه؟ الجدول بتاعه كنا بنزود خانه في الاخر. كل بقى يزود لي كده خانه في الاخر كده في الجدول. شايف الجدول ده؟ زود لي خانه كده. طول الجدول كده شويه. الخانه دي هتكتب فوق كلمه سم. هنجمع الارقام دي. اجمع 96 بلس 16 بلس 16 بلس 32 هيطلع 160. هنا 180. بعد كده مثلا انت جمعتهم ليه؟ هقول لك ليه؟ عشان هو لو كان كاتب بيرسنت يعني مثلا هو لو كان كاتب هنا دي 96% وكان كاتب دي 16% ودي 16% ودي 32% كنت بعمل ايه؟ كنت بقول 96% باي 360 16% باي 360 كنت بعمل كده صح؟ فانا مستر زي ما فيهوش برسنت. كنا بنقول ايه بقى؟ طالما مفيش برسنت بنحط بدل البرسنت ده يعني المفروض تقيس كده عشان مفيش برسنت. هنا اصلا مفيش برسنت. الحركه دي بتعملها امتى؟ انك تجمعهم لو مفيش برسنت. وانا قلت لكم قبل كده واحنا بنشرح الدرس ده
هتقول بقى 96 اوفر كام بقى؟ 160. 16 اوفر 160 وتضرب باي 360. الثانية 16 160 باي 360. 32 اوفر 162 باي 360 هتطلعها. طب بصوا يا جماعه بقى، انا هبص كده في الجايد انسر هنا اللي انا حاطه في الملزمه. الاجابات بتاعتهم هاتوا كده الاجابات بتاعتهم اهي. اهي الرسمه اهي في صفحه 35. طبعا الملزمه مش لحد 35 ولا حاجه. شايفينها؟ ايه ده؟ حد واخد باله من المنظر؟ بص يا جماعه، اول واحده تطلع 216. طب واللي بعديها لما الرساله تطلع 36 دي 36 ودي تطلع 72. حد معاه بروتراكتور؟ بص بقى انا هقول لك ترسمها ازاي. هترسم السيركل اهي كده. انا مش عايز منها بقى وانتوا بتحلوها تبص على الرسمه دي، بلاش تعملها بالرسمه دي. اصل هو هنا يا جماعه بادئها من الشمال. لا كنت بقول لك ابداها من اليمين. بص بقى تعمل ايه؟ انا هوريك تعمل ازاي. انا هعمل طبعا احنا دلوقتي بنعمل ريديوس ميثود. اول انجل كام؟ 216 ايه؟ يا جماعه ده البروتراكتور اخرها 180. ايه يا مستر ده؟ صح؟ طب عارف تعمل ايه بقى؟ شفت دي. يعني ايه شفتها؟ اركنها خليها اخر حاجه. قول خلاص انا مش هرسمها. انا مش عارف ارسمها، خلاص سيبها. ابدا من ده الى مستر وينفع ينفع. هتعمل بقى ال 36. هتروح حاطط البروتراكتور اهو عشان مش عارف اهو. بنظبط السنتر بتاع البروتراكتور هنا ونخلي الزيرو ماشي مع الخط ده ونعد بقى 36. ادي 0 10 20 30 وبعد ال 30 اعد 6 شرط صغيرين. ادي 30 وادي 6 شرط يعني بعد نص شرط اهي. احط النقطه هنا كده اروح موصل دي كده. طب يا جماعه دي اسمها ايه؟ دي اسمها 36. طب كان اسمها ايه بقى في التقسيمه؟ هو كان مسميها ايه في الجدول؟ هو كان مسميها في الجدول مش فوتبول بقى، سويمنج. هنسيب الفوتبول. هي دي سويمنج، انا هكتب سويمنج كده خلاص. طب بعديها فاكر كنت بقول لك انت بتمسك الدركسيون تحوت شمال. انت عملت دي كده صح؟ خد الدركسيون وحوت شمال. هات الزيرو عند الخط الجديد ده وتعد 36 الثانيه دي. يبقى دي 6 0 10 20 30 بعد ال 36 شهر هنا برضه يا مستر اهي. هتحس ان الجزئين دول قد بعض على فكره. طب ما دي برضه 36 بس دي كان اسمها ايه في الجدول؟ دي كانت اسمها الفوليوم. انا بختصر بقى وخلاص. طب ها ال 36 اللي رسمناها ال 72 تاني. واحد يا مستر انا تهت. يا عم لو تهت اهو عادي. امسك البروتراكتور من الاول حطها كده وتعد من اليمين. عديت 36 هيبقى جابت في ايه؟ واحد ماسك دركسيون بيسوق العربيه بس ما بيعرفش يحود غير الشمال بس. انت ماسك كده احود شمال. بتاع الخط ده عديت 36 احود شمال تاني. هات على الخط الجديد. شايف الخط الجديد ده؟ هات لي الزيرو ده خليه يقف عند خط جديد فلفها كده. هتعد بقى 72 ادي 0 10 20 30 ادي 70 وتعد بعديها شرطتين. 10 20 30 ادي ال 70 تاني بعد ال 70 شرطتين. دي بقى موصلها ازاي؟ المفروض دي ايه بقى؟ دي ال 72 اللي هي اسمها ايه بقى في الرسمه؟ اسمها الكراتين صح؟ اقول دي ال 72 اللي هي اسمها الكراتين. ها شايف كل الاريا اللي قدامك دي؟ دي بقى اللي هي اللي احنا ما عرفناش نرسمها. اقول ده دي عامل 216 اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الفوتبول. وخلصت الرسمه كده، فهمتوا؟ امتى اعمل الحركه دي؟ لو لقيت رقم فيهم طلع اكتر من 180. اللي يطلع سواء ده او ده او ده اي واحد فيهم يطلع اكتر من 180 اركنه للاخر. طيب كده احنا خلصنا السؤال رقم 4. السؤال رقم 5. 5 اهو هنا. راسم لي رسمه كده يا جماعه. انا هحلها بقى بسرعه عشان ننجز شويه في الوقت. وعامل كده وعامل كده. بكمل على دي 45 لا 46 كده على دي 46 ودي 44 هنا سي وهنا ايه وهنا هو عايز ميجر سي اي دي. عايز ميجر سي
اسمها ايه؟ سي اي دي انا عايز اجيب كام؟ عارف تجيب بقى دي ازاي؟ ها انا سامع حد بيفكر افرض مستر ما شرحهاش وعايزك تكتب جروب وتفكر هي دي المفروض كلها بكام؟ ستريت انجل 180 صح؟ دي كلها 180 طب عشان تجيب الجزء ده بكام؟ لازم تكون عارف ده بكام وده بكام صح كده؟ ايه ده؟ يعني لازم تعرف دي ودي يبقى انا بدايتي منين بقى؟ طب ودي ايه يا جماعه؟ على فكره لو اي دايركت انجل ودي رايت انجل اللي على المربع اوت 90 يبقى تبدا بالمثلث سمع حد شاطر يقول لك مستر ويت سينس ان السم اوف انجل اوف تراينجل برافو سينس ان السم اوف انجلز اوف تراينجل ايكوال 180 حلها سهل جدا التراينجل ده 100 انت عايز تجيب بقى دي دي اسمها ثلاث حروف اسمها سي اي بي خليني يبقى زن ميجر طب انا اقول يساوي مش ده كله تراينجل 100 اقول 180 ماينس وافتح قوس احط جوه قوس مجموع الاثنين دول اقول 90 بلس 44 عارف دي تطلع ايه؟ هتطلع 46 يبقى دي 46 اكتب جواها كده 46 طب يا جماعه اللي انا جبتها دي اسمها ايه؟ خلي حرف اي في النص وحرف قبلها وحرف بعدها يبقى سي اي بي اخلي اي في النص اهي يبقى سي اي بي هنا سي هنا بي طب مستر ده هو مش عايز دي ده هو عايز دي مش دي كلها 180 هتجيب بقى على طول ازاي؟ تقول زن بقى على طول اهو زن ليجر احنا عايزين سي اي دي وعايز ايه؟ عايز سي اي دي سي اي دي او يبقى سي اي دي ايكوال دي كلها 180 هنقص منها الاثنين دول يبقى 180 ماينس وافتح قوس احط دي بلس دي احط 46 بلس 46 حد ملاحظ دي طلعت زي دي يا جماعه عادي عارف تطلع كام بحط فيها كاربيه تطلع 88 خلص السؤال رقم 5 ناقص لي 6 و7 6 يا جماعه انا هسيبه لك انت 6 اعمل لي 2 سيتس وعايز انترسكشن ويونيون والاجابات بتاعتها موجوده ورا حلوها انت طب تعالى نعمل رقم 7 بقى بيقول لي عمر سبسكرايب تو هوم انترنت سيرفيس يا جماعه سبسكرايب يعني اشترك عارف الناس اللي بيعملوا اشتراك نت في البيت اكيد كلنا عاملين اشتراك نت وعارفين طب عمر سبسكرايب يعني اشترك تو هوم انترنت سيرفيس يعني اشترك في النت بتاع البيت يعني طب بيقول لك 4520 ال اي بير مانث يعني بيدفع المبلغ ده 520 في الشهر طب بيقول لك ايه along with a 14% tax ايوه انا شفت كلمه تاكس يا جماعه لو سمحت لما تروح اتفرج على الدرس بتاع البروبورشنال انفليشن اللي هو فيه ديسكاونت والانترست والتاكس بيقول ايه بقى؟ بيفور تاكس تو تاكس تاثر ايه؟ تاكس طب يا جماعه انا مش لازم اكتب بيفور تاكس ممكن اقول بيفور بس واكتبها كده على فكره والف ونص كده تو تاكس على فكره بتعملها كده وبنمشيها لك صح وانا اقول افتر بس يبقى هنا انا بفهم دي بيفور تاكس ودي تاكس ودي افتر تاكس دايما البيفور بنحط تحتيها 100% التاكس كام؟ كان اي التاكس اللي هي الضريبه بتاعت الخدمه بتاعت النت الضريبه بتاعتها 14% يبقى احط هنا كده 14% هو عايز بقى ايه؟ احنا بنقول تاكس يعني بنعمل بلس بنعمل ده بلس ده اجمع 100 بلس 14 ده 114% هو عايز ايه بقى يا شباب؟ هو بيقول لك ايه؟ ده انا عايز اعرف ال 520 دي تتحط فين؟ هو بيقول لك ده المبلغ اللي هو بيدفعه قبل ما يزود الضريبه يبقى ده اكيد هنا طب عارف ايه اللي ياكد لك ان هو صح؟ ان هو يقول لك هات التاكس وهات الافتر بص بيقول ايه؟ بيقول وات از ذا فاليو او ذا تاكس فاليو عايز التاكس فاليو قد ايه؟ وبعد كده بيقول لك اند ذا توتال اماونت المبلغ كله بتاع اللي هو المانثلي بتاع السبسكريبشن ايه؟ كوست يعني هو عايز ده وعايز ده ما نعرفش نجيب فلوس قبل الضريبه ها فاكر انزل واطلع انزل ايه؟ انا هقول ايه؟ التاكس ايكوال ده باي ده ديفايد بقول 114% باي 520 اوفر كام؟ طب اجيب بعد كده الافتر ده اللي هو التوتال هو بيقول لي التوتال عايز التوتال كوست برضه انزل واطلع اول 100 ايه ده لا ده هنا المفروض 14 بس لما بجيب تاكس اللي باخد 50% كده طب باي ده ديفايد ده اقول بعد كده 100 هنا 14 باي 520 اوفر 100% ولما تيجي تحطها على القلم ما تحطش على القلم برسنت
النتيجه اللي هنا في برسنت. يبقى احسبوها انتوا في البيت على مهلكم وهي موجوده في الجايد لاينز. طب كده ده كان السؤال الايه؟ السادس؟ لا ده السابع، لان السادس احنا سيبناه بتاع الانترسكشن. كده يبقى احنا خلصنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وشير. هنكمل مع بعض الموديل الثاني.